ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ناس كتير جدا بتعاني انها تجيب شغل على ابورك، ويمكن الموضوع خد منهم سنين وخد منهم شهور عشان يقدروا يجيبوا عميل واحد. وفي بعض الناس اللي قدرت تجيب عميل ولكن ما عرفوش يجيبوا عميل تاني بسهولة، والموضوع كان بالنسبة لهم صعب جدا جدا لدرجة انهم يأسوا وبطلوا شغل تماما على ابورك او على اي منصة عمل حر. النهارده هشرح لكم كل حاجة عن ازاي تقدر تجيب عميل على ابورك بسهولة. زي ما وضحت في الفيديو اللي فات، انا الحمد لله عامل اكتر من $7000 على ابورك. ال $7000 اللي انا عملتهم كان ربنا موفقني وعملتهم من عميل واحد. حاليا معايا 2 كونتراكتس جداد زي ما انتم شايفين، فتوتال جوبز بقى عندي 3 بدل واحد. الحمد لله عامل سو فار 464 ساعة، والحمد لله واخد يعني ريفيو كويس جدا من الكلاينت اللي اشتغلت معاه، واعبال الباقي ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده لسه معايا 2 كونتراكتس كمان. زي ما انت شايف كل كونتراكت ممكن يبقى بريت مختلف، واحد ب $35 في الساعة، واحد ممكن يبقى ب $20 في الساعة، وهكذا. خلينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا، وهي ان شرط اساسي ان انت تبقى شاطر في شغلك. لازم تبقى بتقدم حاجة مميزة وعندك طبعا بورتفوليو قوي جدا. تاني حاجة هي البروفايل بتاعك على ابورك. تمام، خد بالك لو البروفايل بتاعك على ابورك مش متظبط، عمر ما الكلاينت هيبعت لك مسج مثلا لو كان بيبحث على فريلانسر عموما في اي مجال، او لو انت قدمت على اي شغلانه، عمر ما العميل هيروح يبص على البروبوزل بتاعك اساسا. فاول حاجه واهم حاجه في الدنيا هي صوره البروفايل بتاعك، لازم تبقى شكلها حقيقي مش شكلها فيك ابدا. وتاني حاجه مهمه جدا طبعا هي انت بتعمل ايه التايتل بتاع الشغل بتاعك. يعني انا سينيور ميديا باير، خلاص حاططها اول واحده ان انا سينيور ميديا باير، لان اي حد بيبحث على ابورك هيكون بيروح في السيرش هنا، وهيكون بيختار مثلا تالنت، وهيكون بيكتب ميديا باير. فبكده اي حد هيكتب ميديا باير انا هطلع له في السيرش على طول زي ما انتم شايفين كده. طيب تالت حاجه مهمه جدا وهي الديسكريبشن. زي ما انتم شايفين كده الديسكريبشن بتاعي صغير جدا مش كبير ابدا، وفي نفس الوقت قوي. كاتب ان انا خبره اكتر من 5 سنين، وكاتب مانجد قد ايه بادجت، وايه الاسواق اللي اشتغلت فيها. اشتغلت في السوق الامريكي، اشتغلت في السوق البريطاني، اشتغلت في السوق الخليجي. فده مهم جدا ان انا منشنه. ولازم طبعا وانت بتكتب الديسكريبشن ده تكون بتركز على اول سطر، انه يبقى مبين نقطه القوه، ان انا عندي اكتر من 5 سنين خبره، وان انا مانجد بادجت كويس. تمام. ومن الحاجات المهمه جدا جدا اللي برضه لازم تركز عليها هي اول سطر. تمام، لان اول سطر دوت بيظهر للعميل تحت اسمك لما يجي يكتب مثلا ميديا باير، وانت تطلع له من ضمن الناس المرشحين او الاب وورك بيقترحهم للعميل. البورتفوليو مهم جدا جدا. زي ما قلنا لازم يكون فيه اقوى المشاريع اللي انت اشتغلت عليها، لازم تكون مبين الارقام ايا كان مجالك ايه، ولازم تكون موضح كل حاجه للعميل، مديله كيس ستادي. يعني انا لو جيت افتح مثلا البورتفوليو بتاعي بالشكل دوت واللي انا عامله على جاما، تقدر طبعا تعمله بسهوله لو رحت على جاما اي اي. زي ما انت شايف كده انا موضح سنين الخبره بتاعتي، موضح برده التايتل اول حاجه زي ما انت شايف كده، كاتب السكيلز بتاعتي، كاتب الاكسبيرينس، الشركات اللي اشتغلت فيها وكانت من سنه كام لسنه كام مثلا، كاتب كل حاجه، حاطط البلاد اللي اشتغلت في السوق بتاعها، السوق الامريكي، السوق الاماراتي، السوق البريطاني، السوق المصري، السوق العماني، وهكذا. زي ما انت شايف كده حاطط اكزامبلز من الكامبينز بتاعتي، سكرين شوتس، وحاطط الميتريكس زي ما انت شايف كده. ادي برضو سكرين شوتس تانية من كامبينز، جوجل ادز نفس الكلام، سناب شات، عندك كونتنت كرييشن، كل حاجه تخص شغلي حاططها في البورتفوليو، لان دي من الحاجات اللي العميل بيبص عليها اول حاجه بعد ما يقتنع بالبروفايل بتاعك كجوب تايتل و ديسكريبشن. طيب زي ما اتفقنا البورتفوليو بتاعك لازم يبقى موجود، لازم يبقى قوي جدا. لو انت لسه جديد على اب وورك ما عندكش ريفيوز زي مثلا الريفيو اللي انا خدته دوت مؤخرا، تقدر بكل سهوله لو انت اشتغلت مع اي عميل قبل كده تقدر تعمل ريكويست ا نيو تستيمونيال مثلا، بيانات العميل، وتحط اللينكد ان بروفايل بتاعه، وهيتبعت له ايميل، والعميل دوت يقدر يديك ريفيو يظهر هنا على اب وورك. الموضوع دوت كان حاصل معايا قبل كده في اكونت اب وورك قديم، كنت لسه بادئ عليه ما عنديش اي حاجه خالص، وكان في عميل اشتغلت معاه وبصراحه بعت له الريكوست دوت، والراجل ما اتاخرش وقدر يديني ريفيو. بصراحه فرق معايا كتير جدا، لان اي حد كان بيخش البروفايل بتاعي كان بيشوف ان في ريفيوز احسن ما تبقى الدنيا صحراء. زي ما انتم شايفين
كده حتى الامبلويمنت هيستوري برضه مكمله هنا تاني، مع اني حاطه في البورتفوليو بس حاطه هنا عشان البروفايل بتاعي على الابورك لازم يبقى كامل. لو البروفايل بتاعي على الابورك كامل هقدر اظهر فيه نتائج البحث بتاعه ابورك، والاكونت بتاعي هيجيت تراستد، وكمان هكون بجيت البادجز بتاعه ابورك زي الرايزنج تالنت او التوب ريتد او الكلام ده كله. حاجه تانية بالنسبه للبادجز، تمام، عشان في ناس بس شككت في حته البادجز دي، انت ازاي عامل $7000 ومش توب ريتد؟ يعني في ناس عامله $1000 او من اول ما تعمل $1000 المفروض تاخد توب ريتد، فلا مش شرط ابدا. طبعا انا عملت $7000 دول زي ما قلت لكم من عميل واحد وفي خلال 90 يوم، فانا قريب من التوب ريتد. ولكن هاخد التوب ريتد امتى؟ هاخدها بعد ما اخد ريفيو من اي شغلانه من الشغلانتين الجداد دول، واكون تميت على المنصه من 13 ل 16 اسبوع كاملين، بعديها هاخد التوب ريتد. طيب يلا بقى نخش في المفيد واقول لك ازاي تقدر تجيب عميل على ابورك. يلا بينا نروح على الداشبورد وندوس هنا على الابورك لوجو. طيب للناس اللي ما تعرفش، علشان نقدم شغل على ابورك احنا محتاجين كونكتس. الكونكتس دي باختصار هي الرصيد اللي انت بتقدم بيه على شغل على ابورك. اول ما بتعمل اكونت جديد على ابورك تقريبا بيدوك 100 كونكت، انا مش فاكر بس بيدوك تقريبا 100 كونكت، وبعد كده انت بتضطر تشتري كونكتس عشان تقدر تقدم على شغل. فاحنا لازم نبقى كيرفول جدا واحنا بنقدم على شغل عشان ما نضيعش الكونكتس دي على الفاضي، سواء احنا نستخدم ال 100 كونكتس اللي الابورك اديتها لنا ببلاش، او سواء احنا اشترينا كونكتس، تمام، عشان طبعا ما نضيعش فلوس كتير. طيب انا معايا دلوقتي 32 كونكت زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي انا حابب اقدم على شغل. تعال نشوف ازاي نقدر نقدم على شغل، وازاي نكتب بروبوزل، وازاي نختار الشغلانه اصلا، وكل الكلام دوت، واللي هو اهم حاجه في الدنيا عشان تقدر تاخد شغلانه، واللي ناس كتير بتقع فيه. زي ما انتم شايفين كده انا في الصفحه الرئيسيه، تمام، دوست هنا على الابورك فرحت للداشبورد، فقدامي بيست ماتشز وموست ريسنت والجوبز اللي انا عملت لها سيف. فخلينا في البيست ماتشز، خلينا نبراوز ندور نشوف ايه الشغل المتاح. طيب الشغلانه دي عايزه كرييتيف استراتيجيست، زي ما انتم شايفين كده قدم عليها اقل من 5 بني ادمين. البروبوزلز اللي متقدمه هي اقل من 5. طيب الناس اللي مش عارفه يعني ايه بروبوزل اصلا، البروبوزل هو زي اقتراح انت بتبعته للعميل، بتقول له والله انا بعرف اعمل 1 2 3 وادي البورتفوليو بتاعي، وادي مثلا الشهادات اللي انا خدتها، وادي مثلا الشغل اللي انا اشتغلته مع ناس قبل كده على ابورك، عشان تقدر تثبت للعميل دوت ان انت حد قوي وتقدر فعلا تعمل التاسك اللي هو طالبه. طيب الشغلانه هو زي ما قلنا مقدم عليها اقل من 5 بني ادمين، دي حاجه كويسه جدا، لان ده معناه ان احنا لو قدمنا هنبقى من اول 5 بيظهروا عند العميل، لان الموضوع بيبقى عند العميل عباره عن صفحات. يعني ايه؟ يعني اول 10 بيقدموا بروبوزل دول بيبقوا في صفحه، وال10 التانيين اللي بيقدموا، او من اول رقم 11 البني ادم رقم 11 او البروبوزل رقم 11 بيبتدي ابورك يقول له دوس على الصفحه الثانيه، تمام، عشان خاطر تقدر تشوف الباقي، زي اللي كان بيحصل في جوجل بالظبط. كلنا عارفين طبعا ان محدش فينا كان بيروح للصفحه الثانيه في جوجل غير نادرا جدا 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 جدا، تمام. فنفس الكلام بالنسبه لابورك، لو انت بتقدم على بروبوزل على ابورك العميل مش هيروح للصفحه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه عشان يشوفك. فلازم تتاكد وانت بتقدم على بروبوزل ان ما يكونش دي معديه 10 او 15، وده هنشوفه قدام. لازم تتاكد ان العميل صارف فلوس، او على الاقل عامل payment verified. زي ما انت شايف كده payment verified معنى كده ان العميل دوت عمل verification او عمل تاكيد للكارت بتاعه، وده معناه ان هو حط الفيزا بتاعته على ابورك، وابورك اتاكد ان الفيزا دي شغاله وان العميل ده مش فيك. وتخش على الشغلانه تتاكد ان العميل برضو مأكد الهويه بتاعته، تمام. بيبقى فيه هنا برضو تحت البيمنت ميثود فيريفايد دي ان العميل مأكد الهويه بتاعته. لو صدفتنا هوريها لك. بالنسبه للريفيوز، بص على الريفيوز بتاعت الكلاينت. لو واخد ريفيوز روح بص على الريفيوز، شوف الفريلانسرز بتقول ايه عن الكلاينت دوت. هل الكلاينت كويس؟ هل الكلاينت متفاهم؟ هل بيدي الفريلانسرز اصلا ريفيوز كويسه ولا لا؟ لازم نتاكد من كل الكلام دوت، لان لو واحد مثلا عنده ريفيوز وحشه وبيدي الفريلانسرز ريفيوز وحشه، فانت هتريسك بالبروفايل بتاعك ان انت تاخد ريفيو وحش على البروفايل بتاعك وانت لسه بادئ على ابورك. فحاول تقرا كل الريفيوز اللي موجوده عند الكلاينت، وتشوف الكلاينت صارف كام، تشوف الكلاينت منين، وتشوف مثلا مهير كام واحد. زي ما انتم شايفين كده مهير 7، عنده
عنده 2 كونتراكت اكتف حاليا او شخصين اكتف شغالين معاه. زي ما انت شايف كده الافريج السعر الساعه عنده $6.89 ده اللي هو بيدفعه. ومهم جدا جدا ان انت تشوف الاكتيفيتي على الشغلانه اللي نازله. يعني مثلا زي ما انت شايف كده بقى من 5 ل 10 مقدمين وما عملش انترفيو مع حد، يعني ما بعتش اي رساله لاي فريلانسر وما بعتش اي انفيتيشن لاي حد، يعني ما دخلش على اب وورك مثلا وكتب فيديو اديتور او ميديا باير على حسب ما هو بيدور على ايه، وقام مثلا راح بعت انفيتيشن لحد عشان يعرض عليه الشغلانه. فلازم تاخد بالك من الحاجات دي كويس قوي عشان تعرف هل انت ليك فرصه ولا لا. طيب زي ما انت شايف كده انت ممكن تبراوز من هنا وتشوف ايه الشغلانات المتاحه، ولكن هنا بقى تيجي التركايه المهمه جدا 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 جدا. الشغلانه دي انا في الغالب مش هقدم عليها. طب ليه مش هتقدم عليها؟ هل انت ما بتشتغلهاش؟ لا عادي، انا بقدر اشتغل جوجل ادز كويس جدا ومحقق نتائج كويسه جدا واقدر اقدم على اي شغلانه جوجل ادز. ولكن هنا لو انت شفت البروبوزال مقدم من 20 ل 50 بني ادم، مقدم من 20 ل 50 بني ادم، ده معناه ان لو انا قدمت البروبوزال بتاعي استحاله يتشاف من الكلاينت. هل في فرصه ان هو يتشاف؟ في فرصه ان هو يتشاف، ولكن هروح ادفع فلوس. تمام، هدفع كونكتس اكتر، تمام، عشان اعمل بوست، او زي ما تقول كده كانك هتعمل اعلان مدفوع على اب وورك عشان تخلي البروبوزال بتاعك يظهر للكلاينت في اول نتائج. طيب خلينا افهمك اكتر عن الموضوع دوت وانا اقصد ايه. طيب هنروح نخش على الشغلانه بالشكل دوت وهعمل نفسي ان انا اروح اقدم على الشغلانه. اول حاجه لما تيجي تقدم بروبوزال هو انك تتاكد من البروفايل. لو عندك اكتر من بروفايل على اب وورك او انت بتشتغل اكتر من شغلانه او عندك اكتر من مهاره، اتاكد ان انت بتقدم بالبروفايل اللي ريليتد للشغلانه اللي نازله. يعني الجنرال بروفايل بتاعي هو الميديا باينج، تمام، اللي هو الماركتنج اللي هي شغلتي الاساسيه. البروفايل الفرعي بتاعي هو الموبايل اب ديفلوبمنت، او اني بقدر اعمل ابس عن طريق الاي اي ب طبعا الفايب كودينج. طيب دي الشغلانه دي جوجل ادز، فطبعا هقدم بالجنرال بروفايل. زي ما انت شايف كده بيقول لك ان لازم يكون معايا 17 كونكت عشان اقدر اقدم على الشغلانه دي. فتمام انا معايا كونكتس كافيه، وبعد ما اقدم هيتبقى معايا 15 كونكتس، مفيش اي مشكله خالص. قريت الشغلانه كويس. ده طبعا بروجكت مش بالساعه، ده بروجكت هيدفع لك على البروجكت كله $1000 اللي هو حاططها. فتقدر طبعا يا اما تقول له باي مايلستون مثلا وتيجي تقول له والله مثلا كاونت سيت اب مثلا، تمام، في الاكونت سيت اب مثلا تاريخ مثلا 30 عايز اقبض من $1000 مثلا والله $200، وتقول له بعد مثلا ما الونش الكامبين مثلا هقبض مثلا $400 وهكذا، وتفضل تحط مايلستونز. او الاوبشن الثاني ان انت تقول له باي بروجكت فهتقبض في اخر البروجكت على طول. تمام مفيش مشكله لحد هنا. تعال نشوف الحاجه الثانيه وهي ان بيقول لك البروجكت ده هياخد قد ايه. خلينا نشوف العميل قال هياخد قد ايه. العميل قال هياخد من شهر ل3 شهور، فانا هنا هقول له مثلا من شهر ل3 شهور زي ما العميل كاتب. وهنا بقى التركايه الكفر ليتر، ودي اسئله زياده حاططها العميل. سيبنا من الاسئله الزياده مش هتكلم عنها دلوقتي لان دي طبعا متنوعه. الحاجه اللي هتكلم عليها هي البروبوزال اللي احنا المفروض نقدمه، وطبعا وموضوع البوست بتاع الشغلانه. طيب بعيد عن ان احنا مش هنقدم على الشغلانه دي بعينها لان مقدم عليها من 20 ل 50 واحد، والبروبوزال بتاعنا مش هيتشاف الا اذا حطينا هنا كونكت زي ما انا قلت لكم. تمام زي ما انتم شايفين كده ده عشان يظهر في اول مكان حاطط 13 كونكت، ده حاطط 11، ده حط 10، ده حط 10 وهكذا. فانا مثلا لو عايز اظهر رقم واحد فاقوم رايح حاطط مثلا 14 كونكت. ففي الحاله دي انا هظهر اول واحد للعميل، ولو حد جه حط 15 كونكت انا هظهر تاني واحد للعميل وهكذا. تمام فالموضوع بقى موضوع بيدنج، بقى موضوع فلوس. احنا كده من الاخر بنتصارع على اللي يدفع اكتر ياخد الشغلانه. عشان اطلع من المعضله دي زي ما قلت لك وما اقعدش اصرف فلوس كتير على الكونكتس، احسن حاجه ان انا اتاكد ان الشغلانه مقدم عليها اقل من 5 او من 5 ل 10 ماكسيموم. تمام ما اروحش اخد شغلانه مقدم عليها 15 و20 و50 واحد، ده مش صح اعمله في الطبيعي. الا اذا طبعا انت كنت يعني معاك كونكتس كتيره وفي شغلانه شايف ان هي هتبقى مناسبه جدا، سعرها كويس جدا، فيها فلوس حلوه جدا، وشايف ان انت ما عندكش مشكله تروح تحط كل الكونكتس اللي معاك عشان خاطر تاخد الشغلانه.
على فكره الكونكتس غاليه مش رخيصه، يعني ال 100 كونكت تقريبا ب $15، فالموضوع مش رخيص. هجيب لكم برضه اسعار الكونكتس عشان تشوفوها في الاخر. حلو كده. طيب ما علينا بالنقطه دي، خلينا بس نطلع تاني ونتكلم عن الكفر ليتر، وهو الرساله اللي هتروح في البروبوزل بتاعك، واللي هي اهم حاجه في الدنيا بعد اختيارك للشغلانه اللي مش متقدم عليها بروبوزلز كتير، عشان طبعا ما تصرفش كونكتس كتير. الكفر ليتر انا بكتبه ازاي؟ انا عموما بروح لتشات جي بي تي، ولكن انا مش بروح لتشات جي بي تي واكتب له كده، انا بروح لموقع اسمه فيداف. الناس اللي متابعاني على يوتيوب ومتابعاني على السوشيال ميديا عارفين ان انا اتكلمت على موقع فيداف قبل كده، وقلت ان هو موقع كويس جدا جدا البرومت جنريتنج. تمام، فهنروح لتولز بالشكل ده، وهنروح ل ذا فري تشات جي بي تي برومت جنريتور، واروح اقول له ايه؟ اروح اكتب له بالشكل دوت: I am a freelancer on Upwork. I will be applying on proposals on Upwork. I want you to tailor my proposal message to or a proposal مثلا cover letter to the client description. تمام كده، او the client job description. هنعمل ايه؟ هنروح نكتب اصلا احنا بنشتغل ايه. يعني هقول له مثلا هنا انا I am a senior media buyer with 5+ years of experience. تمام كده. مثلا I have managed مثلا 7+ million dollars ads on مثلا ميتا، جوجل ادز، سناب شات، تيك توك، وهكذا. ايا كان انت شغلانتك ايه طبعا اكتب له انت بتعمل ايه بالظبط، ومثلا دوس جنريت. زي ما انت شايف كده كتب لي برومت احترافي احطه للتشات جي بي تي عشان يطلع لي احسن نتائج للبروبوزل. وحاجه مهمه جدا جدا ليكم، البروبوزل ما ينفعش يبان انه مكتوب بالذكاء الاصطناعي او مكتوب بتشات جي بي تي. لو البروبوزل بان للكلاينت ان انت كاتبه بتشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي، انسى ان هو يبص عليه اصلا او يكمل قرايه. فدايما دايما بعد تشات جي بي تي اكد على البروبوزل، حاول تعدل فيه بحيث ان انت برضو تكون حاطط accurate information. طيب زي ما انت شايف كده البرومت you are a seasoned، هو ادى برومت بيقول كده للتشات جي بي تي دلوقتي: you are a seasoned freelancer specializing in crafting tailored proposal for Upwork, particularly for the field of digital marketing and media buying. You have a keen understanding of how to highlight a freelancer's strengths and experiences in a way that resonate with potential clients. تمام، زي ما انت شايف كده هتاخد ده كوبي. طيب هتروح طبعا للتشات جي بي تي وتديله البرومت اللي انت خدته دوت. تمام، زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الحته اللي انا كتبت فيها ان انا ميديا باير والكلام ده كله في الاول ممكن برضو تسهل على نفسك جدا. ولو انت كاتب اصلا ديسكريبشن على البروفايل بتاعك على اب وورك، خد الديسكريبشن ده وحطه هنا احسن. يعني مثلا انا دلوقتي لو رحت الاب وورك وانا مجهز اوريدي ديسكريبشن عندي، فهيبقى احسن واحسن واحسن. تمام، يعني ممكن اروح الاب وورك هنا، تمام، اروح اعمل كده واروح اخد الديسكريبشن بتاعي بالشكل دوت كده من اب وورك، واروح احطه في ضف اهو. زي ما انتم شايفين بدل ما احط دي، لا انا هحط له اهو الديسكريبشن بتاعي. تمام اهو، زي ما انتم شايفين كده البرومت بقى مفصل اكتر واكتر. طيب زي ما قلت لكم هنروح لتشات جي بي تي وهعمل كده. تمام، طبعا زي ما انتم شايفين كده هو بيقول لك جوب تايتل كذا كذا، ما علينا. انا دلوقتي هجرب تجربه، هروح بس احط البرومت ده كده مثلا. تمام، خلاص قال لك I can craft اهو a compelling Upwork proposals for you. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هروح للديسكريبشن بتاع الشغلانه. تمام، بعد ما انا قريتها كويس. تمام، مش باخد كوبي بيست كده وخلاص وارمي في Upwork. بعد ما قريتها كويس هاخد الشغلانه وهروح لتشات جي بي تي واقول له please tailor my proposal based on my Upwork profile description that I provided مثلا earlier. Please tailor my proposal based on my Upwork profile description that I provided earlier to the client description. وهروح بالشكل دوت احط الكلاينت جوب ديسكريبشن بالشكل ده. طيب زي ما انت شايف كده قال لك دير كلاينت كذا. تمام، على فكره دي الحته دي مهمه جدا جدا جدا. مهم قوي ان انت تعرف اسم الكلاينت ده، هيجذب برضه انتباهه ان انت تحطه في اول بروبوزل، لان احنا التركيز بتاعنا كله في البروبوزل على اول سطر. اول سطر هو اللي بيخلي الكلاينت يا اما يفتح البروبوزل يا اما ما يفتحوش. حلو كده، فتمام احنا بس عشان رجعنا فخلينا كده نرجع خطوه كمان. طيب خلينا نشوف كده فين نقدر نلاقي اسم الكلاينت. لو
دخلنا على اي بروبوزل الكلاينت واخد فيه ريفيو، هنروح للريفيوز اللي الفريلانسرز مديها له ونروح نشوف اسمه ايه. تمام، لان مثلا هتلاقي فريلانسر بيقول له مثلا ثانك يو توم، مثلا ثانك يو مثلا براندون او ايا كان. تمام، خلينا مثلا نشوف دوت very professional client، هنا مش كاتب اسمه. ايوه هنا بقى اهو I had a fantastic experience working with فريد، فاسم الكلاينت دوت فريد. فمهم جدا ان انا لما ابعت proposal للكلاينت اكتب مثلا هاي فريد مثلا. طيب زي ما انتم شايفين كده هنا بيقول لك هاي مثلا دي مثلا فريد I'm excited about the opportunity كذا كذا كذا. لا ده مش عايزينه، ده مش عايزينه ابدا. احنا عايزين نهايلايت الاكسبيرينس بتاعتنا مثلا في الاد سبند. فهقول له ايه مثلا please highlight my ad spend and the year of experience and make the proposal shorter. حلو، ظبطها بس ما ظبطهاش في اول لاين. please highlight my ad spent and the years of experience مثلا in the first line. زي ما انتم شايفين كده هاي كذا with 5 plus years of experience and over 7 million in ad spend managed. I specialize in running Google ads كذا كذا كذا. هنا وضحت ان انا الاكسبيرينس بتاعتي فوق الخمس سنين ومانجد فوق ال7 مليون دولار بادجت، فدول هيخطفوا عين الكلاينت، ساعتها هيفتح البروبوزل بتاعي. حلو، اي حاجه بقى تانية الكلاينت هيقراها بعدين، ولكن لازم افوكس على اول سطر ان انا اخطف عينه، بعد كده يقرا الباقي. لازم طبعا تقرا البروبوزل كويس عشان تتاكد ان كل حاجه مكتوبه هنا مظبوطه 100%. طيب بعد ما كتبت كفر ليتر مظبوط، تاخد بالك من حاجه مهمه جدا جدا. مش هتكتب هاي مثلا ادم تروح تكتب مثلا ان انت بقى لك 5 سنين اكسبيرينس ومانجد مثلا 7 مليون بادجت والكلام ده كله بدايه من هنا او بدايه من هنا. ده مش تمام. ايه اللي انت تعمله؟ هاي مثلا ادم بعد ما عرفت اسم الكلاينت وابتدي من اول هنا اكتب ان انا 5 سنين اكسبيرينس ومانجد اكتر من 7 مليون اد سبنت مثلا او 7 مليون مثلا بادجت. زي ما انت شايف كده ده هيظهر في اول سطر الكلاينت. انما لو عملت كده تمام ده مش صح، هيظهر هاي ادم وممكن الباقي ما يظهرش. حلو، فتاكد ان انت تكتب اسم الكلاينت وجنبه على طول لازق فيه على سطر واحد الخبره بتاعتك وليه العميل يختارك. طيب الحاجه المهمه جدا جدا طبعا بعد ما كتبت الكفر ليتر للكلاينت هتروح هنا للبورتفوليو. بعد ما انت كتبت كفر ليتر للكلاينت هتروح هنا للبورتفوليو. طيب لو انت طبعا ضايف بروفايل على البورتفوليو بتاعك على ابورك هتسهل على نفسك كتير جدا جدا. بدل ما تقعد ترفع للكلاينت مثلا اتاتش فايل زي كده، لا انت هتروح هنا اد ا بورتفوليو وهتقوم رايح حاطط سيلكت هايلايت، فكده انت وديت البورتفوليو بتاعك للكلاينت يبص عليه على طول. اختصرت على نفسك وقت كبير جدا. ايه كمان اقدر ارفعه للكلاينت؟ اقدر ارفع له الشغل اللي انا عملته على ابورك زي كده. يعني مثلا اروح هنا على ابورك انا عندي شغلانه اهو، تمام، الشغلانه دي كل تفاصيلها موجوده، انا واخد فيها ريفيو محترم جدا، كانت فول تايم، كانوا عايزين حد يمانج 7 مليون انيوال اد سبند اكروس جوجل وتيك توك ويوتيوب والكلام ده كله. فخلاص انا هحط دي شغلانه قويه هتفرق معايا جدا عشان الكلاينت يشوفها. هعمل سيلكت الاول وبعد كده اضيفها. طيب معاك شهادات ضيفها مثلا على البروفايل، تقدر برضو تختارها من هنا. هتروح تختار الشهادات بتاعتك وتقوم عامل كده اد هايلايت. بس خليك عارف ان انت ما تقدرش تضيف هنا اكتر من 4 للكلاينت. الاربعه دول يعني 4 حاجات بس، تمام. فتاكد ان انت رافع له اول حاجه البورتفوليو، تاني حاجه طبعا اقوى ريفيو انت واخده، او لو ما عندكش ريفيو ارفع له طبعا الشهادات اللي انت واخدها. حلو كده تمام. بعد كده عايز بقى تعمل بيدنج اعمل، مش عايز ما تعملش وروح اعمل سند. فزي ما قال لك كده هيتخصم 31 كونكت منك. فمهم جدا اللي انا قلته لك دوت. طيب نيجي بقى لحاجه تانية وهي برضو مهمه جدا، تمام، عشان برضو تسهل على نفسك. انت دلوقتي مش هتقعد تقلب هنا وتشوف ايه الشغلانات اللي البروبوزل بتاعها 5 بس او 10 بس او 20 او 50 عشان ما تقدمش عليها. لا، بكل سهوله هتيجي هنا مثلا هتكتب مثلا الشغلانه بتاعتك انت مثلا جرافيك ديزاينر، ميديا باير، وات ايفر. انا هاجي هنا وهكتب ميديا باير في السيرش. طيب اول ما اكتب ميديا باير في السيرش زي ما انت شايف كده ظهر لي شغلانات تمام مختلفه بعدد بروبوزلز مختلفه وهكذا. انا بقى عايز اختصر على نفس الوقت، اروح للفلتر واختار number of proposals less than 5 او من 5 ل 10 ماكسيموم. افويد بقى ايه اللي من 10 ل 15 ومن 15 ل 20 وال50
50 والكلام ده كله، لاني مش هظهر فيه، وانا ممكن ما يكونش دايما معايا كونكتس كفايه، ولو برضو معايا كونكتس كفايه مش دايما هعوز اضيعها على الفاضي، لان كل شويه هضطر احتاج 15 دولار او 20 دولار عشان اشتري كونكتس بيهم. فانا اختصر على نفسي المسافه واروح هنا اختار من اقل من 5 او من 5 ل 10 على طول، وكده ظهر لي الشغلانات اللي اقل من 5 او من 5 ل 10 اقدر اقدم عليها بكل سهوله. والاحسن عشان البروبوزل بتاعك يتشاف بنسبه 100% اختار اقل من 5 less than 5 على طول احسن. دي فرصتك فيها اكبر حاجه في الدنيا، وبعديها من 5 ل 10 فرصتك اقل شويه ولكن ستيل موجود، بعد كده لا. تمام، بس انا بفضل اقدم على الاقل من 5 زي ما انت شايف كده. اي بروبوزل هنا هقدم عليه هيتشاف، يعني هيتشاف لاني هظهر للكلاينت في اول 5 مقدمين بروبوزل. والحاجه الثانيه اني طبعا لو كاتب للعميل زي ما قلت لك بروبوزل قوي جدا واول سطر قوي جدا في البروبوزل، كده كده هيشوفني، كده كده هيشوفني وهياخد الشغلانه. ومن هنا لو رحت على find work ورحت على proposals and offers هتروح تلاقي البروبوزلز بتاعتك، وهتشوف ايه منهم اللي اتشاف وايه اللي ما اتشافش لسه. تمام، يعني زي ما انت شايف كده في proposals عندي اهي مفتوحه لسه الكلاينت ما شافهاش، لو رحت كده هلاقي في proposals الكلاينت شافها. تمام بالشكل دوت. فمن هنا تعرف ايه البروبوزلز اللي اتشافت واللي ما اتشافتش. وكمان Upwork بيبعت لك نوتيفيكيشن تمام بيعرفك ان البروبوزل بتاعك اتشاف. فمهم جدا ان انت تتابع كل بروبوزل انت قدمت عليه. والموضوع مش تقديم بروبوزلز على الفاضي، الموضوع مش تقديم شغلانات على الفاضي، لا ما تقبلش بالشغلانه اللي هتديك 5 دولار في الساعه او هتديك 5 دولار في الشغلانه كلها او 10 دولار في الشغلانه كلها. لا، زي ما انتم شايفين انا عملت الحمد لله اكتر من 7000 دولار في شغلانه واحده، والشغلانتين التانيين اللي اخترتهم اتاكدت ان هم مش هياخدوا من وقتي كتير قوي، والحمد لله واحده واخد فيها 35 دولار في الساعه، واحده ثانيه ب 20 دولار في الساعه، فاقدر اطلع منهم فلوس كويسه، وفي نفس الوقت اقدر اخد جنبهم شغل فول تايم تاني اقدر اطلع منه في الشهر حوالي 2500 دولار، 4000 دولار، 6000 دولار على حسب. فما تسحلش نفسك من الاخر في اختيار شغلانات ب 5 دولار في الشغلانه و10 دولار في الشغلانه كلها، لا خد شغلانات كبيره لو انت فعلا شغلك كويس وتقدر على بروجكتس كبيره، وما تضيعش وقتك. معلش ممكن تقعد اسبوع كامل تقدم على بروبوزلز وتوقع شغلانه تقيله تقدر تطلع منها فلوس كويسه جدا، احسن ما يعني تقعد تخلص كونكتس بتاعتك كلها في قعده واحده وما تطلعش بحاجه خالص. تمام، فخليك متأني جدا جدا وانت بتقدم على الشغلانه. حاجه تانية هنا Upwork بيقدر يبعت لك نوتيفيكيشن بالشغلانات اللي نزلت. تمام، يعني انا هنا بيقول لي اهو نيو جوب نزل كذا، نيو جوب نزل كذا، نيو جوب نزل كذا، عشان ابقى اول واحد انا اقدم عليها. دي طبعا مش ببلاش، دي عشان خاطر انا مشترك في الفريلانس بلس، دي ب 20 دولار في الشهر على Upwork، فبيقدر يبعت لي النوتيفيكيشنز دي زي ما انتم شايفين. طيب الحاجه الثانيه لو انتم مش مشتركين في الفريلانس بلس وعايزين تتابعوا الشغل اللي بينزل اول باول، فتقدروا برضو تروح على الموست ريسنت وتشوفوا اخر شغل نزل لحظه بلحظه. يعني مثلا الشغلانه دي نزلت من 33 دقيقه، اللي قبلها نزلت من ساعه، اللي قبلها نزلت ساعه، من ساعتين، وهكذا. فمهم جدا ان انت تتابع، مهم جدا تلتزم بكل اللي انا قلت لك عليه عشان تقدر تجيب شغل. انا معاكم مستني كومنتاتكم، هكون بدعمكم للاخر ان شاء الله عشان خاطر تقدروا تنجحوا على Upwork. انا مش بقول ان انا اجمد حد في الدنيا، ولكن الحمد لله انا عندي تجربه بنقلها لكم، عندي حاجات من اللي شرحتها لكم لما خدت بالي منها بصراحه نفعتني وقدرت اجيب شغل. في ناس شفتها كانت على لينكد ان بتقول مثلا انت ازاي رايزن تالنت مثلا وبتتكلم احنا واخدين توب ريتد، لما دخلت البروفايل بتاعهم لقيتهم توب ريتد عاملين 1000 دولار في سنه ونص. تمام، في سنه ونص عاملين 1000 دولار بس، وبيقولوا على نفسهم اجمل ناس وهكذا. ولكن لا الحمد لله انا صحيح عملت 7000 دولار وشويه من شغلانه، ولكن معايا شغلانتين تانيين اهو قدرت اجيبهم عشان خاطر انا بتبع اللي انا قلت لكم عليه وباخد بالي من الحاجات دي، وهقدر اجيب شغل اكتر واكتر، هقدر اجيب شغل فول تايم بمرتب اعلى من اللي كنت باخده. تمام، مفيش مشكله. هي الموضوع كله في الكونسبت، لو انت اتبعت الكونسبت خلاص هتقدر تعمل فلوس كويسه جدا وهتقدر تاخد كونتراكتس كبيره. بتمنى التوفيق للجميع، هستنى كومنتات اي حاجه عايزين اشرحها، عايزيني اشير معاكم اي تجارب تانية جوه Upwork قولوا لي وانا اكيد هشير معاكم كل حاجه. انا بشير كل حاجه بشفافيه بصراحه، ما بخبيش عليكم اي حاجه. ناس كتير بتدعي ان هي بتعمل فلوس على النت بشكل عام من الفريلانسنج او من الدروب شيبينج او ولكن مش بيوروكوا حاجه في الحقيقه. انا حبيت اوريكم كل حاجه على البروفايل بتاعي كانكم قاعدين معايا بالظبط. اتمنى التوفيق للجميع ومستني كومنتاتكم وتقولوا لي اذا كان الفيديو عجبكم ولا لا، استفدتوا ولا لا، وايه الفيديوهات اللي عايزين ننزلها تاني في الايام القريبه. وبعتذر جدا جدا تاني لو الفيديو كان طويل. سلام.